تعالي اقولك على طريقة سهلة وبسيطة لعمايل كيكة الصاج. هنجهزوا المقادير. عندنا 4 بيضات وذرة فانيليا وكوباية سكر. تمام، نسيبهم يتضربوا كويس جدا مع بعض لحد ما نحس ان السكر داب مع الخليط. تمام، ننزل عليهم بمعلقة خل ونص كوباية زيت، بس معلش هي مش ظاهرة في المقطع. كوباية لبن. الضرب في القوام بيبقى حلو جدا، بيدي هشاشة حلوة للكيك، وبالذات لو في اتجاه واحد، يعني مش عكس عكاس، لا نمشوا في اتجاه واحد. هنا نزلت بالكاكاو، بس كان من الاحسن نحط الكاكاو على الدقيق والبيكنج باودر. انا هنا اتلخبطت او اتسرعت. تمام، اهو الكيس بيكنج باودر كامل نحطه على كوبايتين دقيق. نقلبهم مع بعض. اهو القوام بتاعنا، ادي الخليط بتاعنا، ننزله بالدقيق عليه. ننزل بقى شويه بشويه ونقلب من تحت لفوق بحيث ان الهواء ما يخرجش بسهوله. تمام، يعني تبقوا اهدى شويه، من انا سريعه شويه فيه، بس لا نجيبهم كده من تحت لفوق بالراحه، عشان الهواء اللي جوه ده هو اللي هيخلي الكيكه هشه وخفيفه جدا. تمام، مننزلوش بقى بالدقيق مره واحده. اهو لما نزلت كده خلصت الدقيق على الخليط. القوام ايه، ما يكونش تخين وما يكونش طري، يعني يكون مظبوط كده اهو. اهو الصاج نجيبوه نحطه دهنة زيت وننزله بالخليط. بس الفيديو ده بس يا دوبك طريقة الكيكة. في فيديو تاني هوريكم ازاي تزينوها بمقادير بسيطة جدا جدا جدا، وعلى قد ايدينا كلنا. بس افردي كويس علشان كلها تطلع في نفس السمك وتبقى معاكي حلوة كده، وما تطلعش حتة عالية وحتة واطية. تمام، وعلى نار هادية، الهادية والعالية 180. لو الفيديو عجبكم